أهلا بيكم في بين السطور مرة تانية. النهاردة هنلخص لكم كتاب من أهم الكتب اللي ممكن تقروها لفهم الناس، كتاب محاط بالحمقى لتوماس إريكسون. عارف اللحظة اللي تقعد فيها مع الناس وتحس إن كل اللي حواليك بيتصرفوا تصرفات غريبة، واحد بيتكلم كتير قوي وتاني ساكت طول الوقت كأنه رابط، تالت بيتعصب من الهوا، الرابع بيسيب الناس ياخدوا القرار بداله. ساعات بتقول هما فيهم حاجة ولا أنا اللي ما عنديش طولة بال، بس الحقيقة لا، ولا أنت مجنون ولا هم أغبياء، أنت بس حرفيا محاط بالحمقى، بس مش حمقى بمعنى شتيمة، هما شخصيات مختلفة عنك تماما. وكتاب محاط بالحمقى يشرحهم بطريقة عبقرية. لو عايز تفهم أكتر كمل معانا الفيديو. الكتاب بيقسم الناس لأربع ألوان: الأحمر القيادي اللي عايز ينجز وخلاص، الأصفر الاجتماعي اللي بيهزر حتى في الجد، الأخضر الطيب اللي بيحب السلام أكتر من الكلام، والأزرق اللي بيحسب كل حاجة بالورقة والقلم. وكل لون له طريقته في الشغل، في الحب، في الزعل، وفي الكلام كمان. يعني لو فهمت الألوان هتفهم الناس وتفهم نفسك كمان. الشخصية الحمراء القائد الصارم اللي بيحب السرعة، لو في حد بتقابله دايما بيكون الأول، قراراته سريعة ودايما عنده خطط يتحرك بيها، فغالبا هو من النوع الأحمر. هو مش بس شخصية قيادية، ده شخص بيعيش علشان ينجز، ياخد خطوات ويكون في المقدمة. ممكن تفتكره متسلط أو شديد، بس حقيقة إنه شايف الدنيا بشكل مختلف. إزاي بيفكر الأحمر؟ الشخص الأحمر بيشوف الدنيا كأنها ميدان سباق، وهو لازم دايما يكسب. كل حاجة عنده لازم تتعمل بسرعة بدقة من غير دراما. بيقيس الناس من إنجازاتهم، بيحب النتائج مش التفاصيل، بيكره التردد والحوار اللي ملوش لازمة. عنده استعداد ياخد قرارات صعبة من غير ما يرجع لحد. هو مش شخص قاسي لكنه عملي جدا، بيحركه الهدف مش العاطفة. طريقته في الكلام والتواصل صريح جدا لدرجة ممكن تزعلك. ما بيحبش المجاملات أو اللف والدوران، بيوصل فكرته في كلمتين وعايزك ترد بنفس السرعة. ساعات بيتكلم بنبرة حادة بس مش من قلة ذوقه، هو بس بيختصر الوقت. بدل مثلا ما يقول أنا شايف إن الأفضل نعيد ترتيب الخطة، هيقول الخطة دي غلط نعيدها. في الشغل هو القائد بالفطرة، بيحب يتحكم مش علشان يتسلط لكن علشان يضمن إن الأمور ماشية صح. ما بيحبش الكسل ولا التأخير، وبيتعصب لما حد يعطله. ممكن يعمل كذا حاجة في وقت واحد، عيبه ممكن يضغط على اللي حواليه من غير ما ياخد باله. بس لو عنده فريق قوي بيحقق معاهم نتائج جبارة. في العلاقات صعب يبان عليه مشاعره، مش رومانسي او حساس، بس عنده ولاء عالي. لو اتحط في موقف عاطفي مش هيعرف يتصرف، بس هو بيحاول يديك حلول. يحب الطرف التاني يبقى واثق من نفسه ومستقل. تحدياته وسلبياته: العند مقتنع انه دايما صح، ممكن يكون قاسي او ما بيهتمش بمشاعر غيره، بيكره البطء وده بيخليه يفقد صبره بسهوله. لو تعامل مع شخصيه حساسه او خجوله ممكن يجرحها من غير ما يقصد. ازاي تتعامل مع الشخصيه الحمراء؟ لو بتتعامل مع شخص احمر خليك مباشر وواضح، ما تلفش وتدور، مستعد للحوار. هو بيحب الناس اللي عندها رأي، ما تاخدش حده كلامه على صدرك، افصل بين الاسلوب والمضمون. اختصر: هو بيحب الكلام العملي مش العاطفي. هو الكابتن في الجيم اللي بيزعلك ويقولك كمل، او البنت اللي بتقود جروب المشروع وتبعت المهام في اول يوم، او المدير اللي يقولك معايا حل لا يبقى ما تضيعش وقتي. هل الاحمر شخصيه سيئه؟ لا ابدا، هو شخص عملي وطموح، بيكون محرك مهم في اي فريق او علاقه، بس محتاج يتعلم الاستماع والصبر واللين علشان تكمل الصوره. الشخص الاصفر البهجه اللي بتمشي على الارض. الشخص الاصفر المتكلم المتحمس صانع المزاج، اول ما يدخل القعده الكل بيبتسم، كلامه كتير، ضحكته عاليه، وبيفهم الناس بسرعه. هو الشخص اللي يعرف يكسر التوتر بكلمه او نكته، بس برغم روحه الخفيفه عنده عالم كامل جواه. ازاي بيفكر الاصفر؟ الشخصيه الصفراء بتفكر بعين الفرصه والمغامره، عقله دايما بيلف بيدور على حاجه جديده، فكره جامده او طريقه يخلي بيها الحياه امتع. بيزهق بسرعه وبيحب يتنقل من حاجه لحاجه، بيتحمس لفكره وبعد يومين بيسيبها ويمسك غيرها. بيعيش اللحظه حرفيا، المهم عنده ان الحياه تكون خفيفه ومليانه الوان. بيتكلم ازاي؟ بيحب يحكي كتير، كلامه سريع ومليان حماس وحركات بايده وتعابير في وشه. يحب يبالغ شويه، يضيف توابل على اي قصه، يحول الموقف العادي لحكايه تضحك. يعني بدل ما يقول الشارع كان زحمه هيقولك العربيات كانت واقفه فوق بعض وانا بقيت بنط من بين الموتوسيكلات. في الشغل هو الفكره والابداع، هو اللي بيولع الحماس في الفريق. يبدع جدا في المجالات اللي فيها حريه وابداع زي التسويق والاعلام، التصميم، المشاريع الناشئه، بس مشكلته في التركيز، مش بيكمل دايما اللي بيبداه، وممكن يتأخر عن المواعيد أو ينسى التفاصيل. في العلاقات محبوب جدا، بيعرف يضحكك، بيهتم بمشاعر الناس، بس ممكن ينسى أو يتشتت، محتاج حد يساعده يثبت على الأرض وهو بيطير بالحماس. إيه التحديات وسلبيات الأصفر؟ هو مش ملتزم، ممكن يبدأ 10 حاجات ويكمل منهم نص واحدة، بينسى التفاصيل، بينسى مواعيد وملاحظات أو حتى الحاجات اللي وعد بيها. عنده حساسية من النقد، بيتضايق بسرعة لو حد علق على أفكاره، والهروب من الملل.
ممكن يتهرب من الشغل الروتيني او من المشاكل العاطفيه. ازاي تتعامل مع الاصفر؟ خليك حيوي معاه لكن ما تنساش تضبطه باللطف. ساعده يركز، اساله هنكمل دي امتى، مش انت مش بتكمل حاجه. ما تحاولش تطفي حماسته، بس خليه يعرف ان الانجاز محتاج التزام. شجعه بس عرفه الحقيقه، هو بيحب الصراحه لو اتقالت بشكل حلو. هل هو شخصيه سطحيه؟ ابدا، بس هو شخص بيحب الحياه، عنده طاقه مش طبيعيه ودماغه اسرع من وقته، بس محتاج الناس اللي حواليه يثبتوه ويذكروه ان الحماس مهم بس الاستمراريه اهم. دلوقتي هنتكلم عن اكتر شخصية تحس معاها بالامان والراحة، اللي وجودها يطمن واللي دايما في ظهر الناس حتى لو مش في الصورة. الشخصية الخضراء المسالمة اللي بتحب تهدي الدنيا. لو عندك صاحبك دايما بيهدي الخناقات وبيسمعك للاخر ومش بيحب يزعل حد، يبقى اكيد عنده جرعة كبيرة من اللون الاخضر. ده الشخص اللي تلاقيه دايما في الخلفية، بس من غيره الدنيا تبقى مش مظبوطة. ازاي بيفكر الاخضر؟ بيفكر في السلام والاستقرار، بيكره المفاجآت والتغييرات الكبيرة، دايما بيقول ليه نختلف، خلينا نحلها بالراحة. هو مش سلبي بس بيميل للهدوء والمحافظة، بيحب الروتين وبيخاف من المواجهة. بيتكلم ازاي؟ صوته هادي، نبرته لطيفة، بيسمع اكتر ما بيتكلم. لما بيتكلم كلامه موزون وفي محله. تلاقيه دايما بيقول ماشي زي ما تحب، انا تمام كده، مش فارق معايا قوي. بس الحقيقة ممكن يكون جواه حاجات كتير بس مش بيعرف يعبر عنها بسهولة. في الشغل بيتفانى جدا بس من غير ما يطلب تقدير. دايما بيشتغل عشان الفريق ينجح، يتقبل المهام حتى لو مش مرتاح. بيكره الضغط وساعات يتأثر سلبيا بالنقد. هو مش القائد لكنه العمود اللي بيرتكز عليه الفريق. في العلاقات مخلص جدا، بيسمعك وبيهتم بتفاصيلك، مش بيزعل حد بس ساعات بيكتم مشاعره وده بيخليه ينفجر فجأة بعد وقت طويل. تحبه لانه بيخلي العلاقة مريحة بس لازم تشجعه انه يتكلم عن نفسه. السلبيات بتاعته انه متردد، بياخد وقت طويل جدا عشان ياخد قرار، بيتجنب المواجهة، ممكن يسكت على حاجة مضايقاه هور، مش حاسم، ما بيحبش يبقى في موقع القيادة، بيمشي مع التيار حتى لو مش مرتاح. ازاي نتعامل بقى مع الشخص الاخضر؟ اسأل رأيه واستناه لحد ما يرد. ما تزعقش او تضغط عليه، هو حساس جدا. اديله وقت يفكر، ساعده يعبر عن اللي جواه حتى لو بالكلام البسيط. ولو قالك انا تمام اسأله تاني لانه غالبا مش تمام فعلا. هل الشخصية الخضراء ضعيفة؟ لا، هي شخصية قوية في صبرها وفي صمتها، بس محتاجة تتعلم تقول لا وتعبر عن نفسها اكتر وتفتكر ان ارضاء الناس مش دايما اولويه. دلوقتي جايين نتكلم عن اكتر شخصيه دقيقه ومنظمه وبتفكر قبل ما تتكلم، اللي بيحسب كل خطوه ومش بيتكلم غير لما يكون عنده معلومه اكيده. الشخصيه الزرقاء هي محلله التفاصيل، الباحث عن الكمال. لو تعرف شخص بيحب كل حاجه تكون مرتبه، ملفاته على اللابتوب متقسمه بالفولدرات، وبيصحح لك لو غلطت في معلومه، ودايما بيسال فين المصدر، فاكيد ده ازرق. ازاي بيفكر الازرق؟ عقل منطقي 100%، بيحب الحقائق والدقه والبيانات، ما بيحبش المفاجآت ولا العشوائيه. كل قرار بياخد وقته لان لازم يفكر في كل الاحتمالات. بيكره الغلط جدا حتى الغلط الصغير. هو الشخص اللي ممكن يقعد ساعه يختار نوع الخط في العرض التقديمي بس لما يخلص بيكون بيرفكت. بيتكلم ازاي؟ هادي وواضح ومحدد، بيختار كلماته بعنايه، ما بيحبش المقاطعه. ممكن يبان بارد شويه بس هو بياخد وقت بيفكر مش اكتر. زي لو بتقوله انت رايك ايه، هيرد قبل ما ارد محتاج اعرف الخلفيه الكامله عن الموضوع. اما في الشغل انضف حد ممكن تشتغل معاه في الورق والمشاريع والارقام. مش بيتكلم كتير بس لما بيتكلم بيدي تحليل. ينجح في الشغل اللي محتاج دقه عاليه زي المحاسبه، الهندسه، التحليل البياني او البرمجه. بس خلي بالك ما بيحبش التغيير المفاجئ، ما بيتحملش الشغل السريع والعشوائي، ولو حس ان في حاجه مش منطقيه ممكن يوقف الدنيا كلها. في العلاقات مش رومانسي زي الاصفر ولا حنون زي الاخضر، لكنه وفي وعميق وثابت. ممكن ما يعبرش عن مشاعره بالكلام بس بيعبر عنها بالفعل. هو النوع اللي بيفتكر كل مناسبه وبيجهز لك ملف PDF في كل الهدايا اللي ممكن تحبها. سلبياته عنده مثاليه زايده، ممكن يقعد يعيد الحاجه 10 مرات عشان توصل للبرفكشن. البطء في اتخاذ القرار، الناقد الداخلي القاسي، دايما حاسس انه لازم يكون احسن. بيواجه صعوبه في التعامل مع الشخصيات العفويه او الفوضويه زي الاصفر. ازاي تتعامل مع الازرق؟ خليك واضح، ما تقولش ممكن نعمل كده وكده وخلاص، ما تقاطعهوش وهو بيشرح. خليك منظم في التعامل معاه، لو وعدته بحاجه نفذها، هو مش بينسى. استحمل انه بياخد وقت بس لما بينفذ هتنبهر بالنتيجه. هل الازرق ممل؟ لا، هو بس مختلف. هو الشخص اللي بيمشي بدقة وسط فوضى الدنيا. هو الهدوء والنظام والمسؤولية، لكن محتاج يسيب مساحة للمرونة ويتعلم ان الغلط جزء طبيعي من الحياة.
الجانب المزعج أو المتعب في كل واحد من الشخصيات الأربعة. الأحمر القائد الناري، المشكلة بيبقى مندفع زيادة عن اللزوم، بيقطعك وانت بتتكلم، شايف نفسه دايما صح، مش بيصبر ومستعجل في كل حاجة، ممكن يحسسك انك كسلان او ضعيف لو مش بنفس سرعته. باختصار هو بيحب السيطرة ولو اختلفت معاه يحول الموضوع لمعركة. أما الأصفر المتحمس الاجتماعي، المشكلة بيتكلم كتير ويكمل قليل، يوعد وما يوفيش بوعده، بيبدأ أفكار كتير وما يكملش ولا واحدة، صوته عالي ممكن يغطي على الكل. باختصار تحمسه ممكن يبقى فوضوي ومش دايما بينفذ كلامه. اما الاخضر المسالم المريح، المشكله بيرضى كتير ويسكت اكتر، صعب جدا يقول لا، ممكن يكبت مشاعره ويعمل نفسه تمام، بيتجنب المواجهه حتى لو اتظلم، بياخد قرارات ببطء. باختصار ساعات تسال نفسك هو فعلا معايا ولا بس مش عايز يزعلني. الازرق الدقيق المحلل، المشكله البرود والتحفظ الزايد، بيفرط في المثاليه، بياخد وقت طويل عشان يعمل حاجه بسيطه، ممكن يبقى ناقد لاذع حتى من غير ما يقصد، ما بيعرفش يتساهل. باختصار تحسوا انه بيفضل الآلة عن البشر، وكل حاجة لازم تمشي بالقانون. هل كلهم سيئين؟ لا، ولا واحد فيهم سيء، بس كل شخصية فيها زاوية متعبة لما تكون زيادة عن اللزوم او مش متوازنة. ازاي تكيف مع السلوكيات؟ تكيف مع السلوكيات المقصود بيه انك تفهم نمط الشخص اللي قدامك وتغير اسلوبك بحيث توصل اللي انت عايزه بطريقة هو يقدر يتقبلها. وده بالظبط جوهر كتاب محاط بالحمقى، اننا مش بنتعامل مع الكل بنفس الطريقة. هنا هقولك ازاي تتكيف مع كل سلوك من الشخصيات الأربعة. أول حاجة الأحمر القيادي المسيطر، هو بيحب النتائج والسيطرة والسرعة، مش بيحب اللف والدوران، العواطف الزايدة والتردد. ازاي تتكيف معاه؟ كلمه بشكل مباشر وواضح، اديله اختيارات مش أوامر، خليه يحس إن رأيه هو الأساس، قلل التفاصيل وخليك على النقطة الصح. قول له في طريقة ممكن تسرع الشغل، تحب تعرفها؟ خليه دايما يحس إن هو صاحب القرار. الأصفر الاجتماعي المتحمس، هو بيحب الكلام والعلاقات والحماس، مش بيحب الجدية الزايدة، النقد المباشر والقيود. ازاي تتكيف معاه؟ ابني معاه علاقة الأول، خليه يحس إنك مهتم برأيه، خليك مرن وخفيف في كلامك، استخدم الحماس والتشجيع، قول له أفكارك دمها خفيف، إيه رأيك نطورها سوا؟ أما الأخضر المسالم الداعم، هو بيحب الاستقرار والناس والسلام، مش بيحب الضغط والتغيير السريع أو الخناق. إزاي تتكيف معاه؟ خليك هادي في كلامك، اشرح له التغيير بهدوء، اديله وقت يفكر، طمنه إنك مقدر مجهوده، قول له مفيش ضغط، أنا معاك خطوة بخطوة، نشوف نعملها ازاي سوا. اما الازرق الدقيق المحلل، هو بيحب التفاصيل والنظام والدقة، مش بيحب العشوائية والكلام العام والاخطاء. ازاي تتكيف معاه؟ جهز نفسك كويس قبل ما تكلمه، استخدم امثلة وارقام، اشرح له خطوات واحدة واحدة، خليه يسأل ويجاوب براحته، قول له راجعنا الخطوة دي 3 مرات بس لسه حاسس انك هتشوف نقطة غايبة، ممكن تشوفها. الخلاصة في التكيف ان الشخص ازاي تتكيف معاه. بالنسبة للاحمر الحسم والاختصار، اما الاصفر الحماس والايجابية، والاخضر اللطف والطمأنينة، اما الازرق المنطق والتنظيم. في الآخر مفيش حد أحسن من حد، كل شخصية ليها طريقتها في التفكير والتصرف والتعبير عن نفسها. لو عرفنا نغير من أسلوبنا حسب اللي قدامنا بدل ما نفضل نحاول نغيره هو، هتفرق في علاقتنا بالناس 180 درجة. سواء كنت بتتكلم مع أحمر حاسم أو أصفر متحمس أو أخضر مسالم أو أزرق محلل، السر هو افهم، اتقبل وتكيف. لما تفهم الناس هتقدر توصل لقلبهم قبل ما توصل لعقلهم. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا عايزين نلخص ايه المرة الجاية.